السلام عليكم. يلا نتعلم الزراعة ونزرع الطماطم في البيت، في البلكونة، في أي حتة، وسهلة زراعتها جدا. كل الحكاية إن أنت هتجيبي بذور الطماطم عادية خالص وتغسليها كده في المصفى، وتاخدي أي جردل صغير، أي علبة حلاوة، أي علبة عصير، حتى اللي بنشربه الصغيرة دي. ممكن تخرميها من تحت، بتقطعي طروف كده منها، وتعملي لها يعني فتحات عشان طبعا المية ما تركزش فيها والتربة تعفن. وتحطي فيها اي حاجة ممكن تنفع تحطي فيها بذور. حطي فيها بذور الطماطم، بس ما تكتريش عشان لما يكبروا تقدري تجيبيها وتحطيها في اناء اوسع. طبعا انا لما لقيتها بقى كبرت دي، شوفوا الطماطمية الجميلة استوت وهي لسه بلية. آه، خدت بقى العصاية بقى من الأول وبدأت أحطها جنبها سند الفرع لما بقى عشان ما يميلش. بس يا لولو، شايفين لولو بقى عايز بقى يقطف الطماطم معايا. هنا بقى أنا أول ما تحمر ببتدي أقطعها، أقطفها كده علشان طبعا خلاص هي كده استوت. في حجم صغير، في حجم كبير، لأن الشمس قوية فبتسوي الحاجة وهي يعني حتى لسه ما كبرتش قوي بتسويها. فبتجمعيها، وزي ما انتم شايفين الزراعة سهلة خالص. لو عجبك الفيديو وأول مرة تشوفي قناتي، يا ريت تشتركي وتعملي تعليق حلو